السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أخوتي، ونقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسأل الله السلامة يا أخوتي. هذا رد على سقلاب الذي دار واحد الفيديو قال بأنه تلاقى مع لاعب تاع كرة قدم تاع مولاية الجزائر وكذا، وهذاك اللاعب قال له يعني ما تطعنش في العلماء، ما تطعنش في الشيخ بركوس. هو قال له الشيخ، قال له الدولة، هذا سقلاب، هذا المسقلب، أنه الدولة هي راهي مع حركة حماس، وفركوس يقول باللي حركة حماس مبتدعة وكذا وهذه. شوف النفاق، انت الدولة كنت تضل تعاير فيها ليل ونهار، طعنت لهم حتى في بناتهم، طعنت لهم حتى في بناتهم الدولة. سمعتني؟ ودروك راك تتمسح بالدولة وتبون. احنا عندنا قال الله قال الرسول، باش تفهم. السلفيين عندما يقولون بطاعة ولي الأمر في المعروف ليس في أي شيء. وحركة حماس هي حركة رافضية صنعوها اليهود لكي يعطوهم المبرر باش يزيدوا يتوسعوا في غزة ويقتلوا أكبر عدد من أهل السنة، والناس قاع اكتشفت هذا الشيء. أنت تسمع تتكلم على الدين، ماذا يقول علماء الدين؟ قال الألباني. أيوه، تقدر تتكلم عن الألباني أنت؟ قال الألباني حركة حماس ليست إسلامية شئتم أم أبيتم، لأنه في القوانين تاع الأمم المتحدة البلاد ما يحق لهاش تضرب بلاد أخرى إلا إذا كان عندها مبرر. أنت من تخطف جندي لجيش آخر، هذه معناتها إعلان الحرب. هما اليهود يعرفوا هادو الإخوانجية، هادو عندهم التهور والنفاق وما غرضهم السلطة، غير شعارات الغزة والموت لإسرائيل وموت كذا، وهو يسرق التبرعات، سرقوا الملايين تاع التبرعات. تلقى إخواني يرفع شعار فلسطين وغزة عرب باللي خصها الدراهم، وانت واحد منهم. انت كنت باغي تخلطها هنا في الجزائر ومسمي روحك معارض باش تدخل هنا للجزائر مين تتخلط وتقول لهم انا كنت نحارب بالفساد، وتبدا تلعب على العاطفه تاع العوام الجهال تاع المسلمين وينتخبوا عليك كما صرا في مصر. هكا صرا في مصر. الاخوانجيه الخونه تاع مصر كانوا عايشين عند الكفار في بريطانيا وامريكا، ويطعنوا في الحاكم ويكفروه ويكذبوا عليه وهو اللي سبب التخلف وكذا، وهو ما يطبقش الشريعه. ناضوا الشعب تاع مصر على النظام، دخلوا هما لمصر وخرجوا من السجون، انتخب عليهم الشعب، يلعبوا على العاطفه. بعد ما يحكم مرسي سالته هذيك الصحفيه، قلت ما رايك في قطع اليد؟ قال قطع اليد ليست شريعه، ليست شريعه. وصلت للحكم الان. انت خصك بوست، انت خصك دليل على ذلك. من سمعت باللي غادي يسمحوا لك، رحت عند السفاره في بريطانيا وسقسيته، قلت له هل انا نجم كمعارض ندخل البرلمان؟ سقسيته ولا ماذا؟ وانت بروحك قريت العلوم السياسيه. بس تشوفوا السلفيين العقيده تنور القلب والعقل. قال علي رضي الله عنه الخوارج طلاب دنيا، كيما بوتفليقه قال لهم نعطيكم سياره وسكنه هودوكا سياره سكنه وحانوت، لأن العقيدة فاسدة. تعلم العقيدة يا أخي، فاعلم أنه لا إله إلا الله لكي تكون أعمالك كلها لله. أنتم هذه فلسطين وكذا تتاجروا بها، أنتم تتاجروا بها باش توصلوا للسلطة. سمعتني؟ وعرضوا عليهم الدول العربية باش يوصلوا لهم التبرعات بعد الخراب اللي صار في غزة اللي تسبب فيها الحركة مع اليهود. هاد الإخوانجية المجرمين ما قبلوش، بغاو يقيسوا لهم المساعدات من السماء باش ما يسرقوهمش، ما قبلوش. إخوانجية حماس، هادو حماس خرجوا على الولي الشرعي في فلسطين اللي هو محمود عباس، وسيطروا على غزة بمساعدة إيران. خوارج. محمود عباس هذا اتهموه بكل التهم، كفروه، هو مطبع. حتى الأولى يقول لك أنت مطبع. هم يتظاهرون في الظاهر أنهم ضد الغرب واليهود، وفي الباطن عندهم علاقات وطيدة مع اليهود والنصارى. شوف العلماء كلهم
حذروا من حركة الإخوان. وبارك الله فيكم خوتي، واحذروا من هذا الإنسان، هذا سباب العلماء، ما خلى الألباني، ما خلى ابن عثيمين، ما خلى الفوزان قال عليه واحد الكلمة عيب نقولها. الفوزان هذا لماذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم خوارج كلاب النار؟ كلاب لأنهم كلاب رخاص عايش في بريطانيا عند اليهود، ويتهم الحكام تاع المسلمين بأنه مطبع. هو يسمي روحه معارض باش يدخل للبلاد تتخلط، وما هموش هذوك اللي يموتوا الملايين. احنا من اهل السنه عندنا روح نفس تاع مسلم واحد اعظم عند الله من الكعبه. هذو ما يهمهمش، المهم يوصل الكرسي. المهم نقول لك الله يهديك، وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. والله يهديك يا سقلاب.